السمبوسة بالشيتوس، طريقة جديدة ومختلفة لسمبوسة رمضان. هنعملها مع بعض في فيديو النهاردة. طعمها تحفة مقرمشة ولذيذة جدا. هنحضر كمان 4 حشوات مختلفة للسمبوسة غير اللحمة. الطريقة بتاعتهم سهلة وبسيطة قوي وما بتاخدش وقت مننا خالص. اول حاجة هنجهز الحشوة الاولى، حشوة الفراخ. في طاسة سخنة على النار بضيف معلقتين كبار زيت وهسيبهم يسخنوا كويس. بعدين هنزل عليهم ببصلة كبيرة متقطعة مكعبات كده متوسطة. هضيف عليها معلقة صغيرة ملح وهفضل اشوح بقى لحد ما لونها يتغير ويكون لونها ذهبي كده. هنا بعد ما لونها بقى ذهبي هنزل بقى بنص كيلو فراخ متقطعة قطع صغيرة قوي كده. هقلبهم كويس مع بعض. بعدين هضيف بقى عليها التوابل، فلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ ومعلقة صغيرة كركم ومكعب مرق اختياري. بس هقلب بقى كل ده مع بعض وهظبط بقى الملح، بس مش هنكتر علشان انا حطيت في الاول مع البصل وكمان علشان المرقة بتبقى مالحة شوية. هفضل بقى اشوح فيهم مع بعض كده لحد الفراخ ما تستوي. هنا بعد الفراخ ما استوت سبتها تبرد شوية على جنب. بضيف عليها كده معلقتين من الكزبرة الخضراء ومعلقتين من الجبنة الموتزاريلا وبخلطهم مع بعض كده. حشوة الفراخ بقت جاهزة معايا، اول حشوة معانا. ودي تاني حشوة معايا، دي ميكس جبن رومي وشيدر وموتزاريلا، ممكن نضيف عليها رشة زعتر بتبقى حلوة قوي معاها. تالت حشوة معانا جبنة كيري او جبنة مثلثات او اي نوع جبنة كريمي بالقشطة عندكم. ضفت عليها حبة البركة بتكون حلوة قوي معاها او مع اي نوع جبنة. واخر حشوة جبنة فيتا ضفت عليها كزبرة خضراء بتديها طعم حلو قوي. هبدأ بقى احشي السمبوسة. لازم بنغطيها بفوطة مطبخ نضيفة كده علشان ما تنشفش وتتكسر مننا. طريقة الحشو سهلة جدا، بنفردها كده على القطاعة وبنجيب الطرف وبنسويه على الطرف التاني بالشكل ده. بعدين بنمسكها وبنحط الحشو، وممكن تحطوا الحشو على القطاعة على طول وتلفوا او تمسكوها في ايديكم وتحشوا على طول. هي طريقتها سهلة وما بتاخدش وقت مننا خالص زي ما انتوا شايفين. بكمل بقى اللف وفي اخر الطرف خالص بلزقها بدقيق ومية دوبتهم مع بعض وبلزق بيهم كده السمبوسة. بس ده شكلها سهل قوي. ونفس الطريقة برضو مع باقي الحشوات، بنسوي الطرف وبنحشي وبنلزقها بالدقيق والمية. بس بخلص كل الحشوات والكمية كلها بنفس الطريقة كده. خلصت الكمية كلها بالشكل ده، حشوة الفراخ والجبن. هبدأ بقى اغلفها بالبيض والشيتوس. دي بيضة عليها معلقة لبن ورشة فلفل اسود كده صغيرة. بنزل فيها بالسمبوسة وبطلعها على طول على شيتوس. ده طحنته في الكبة عادي جدا لحد ما بقى ناعم كده معايا زي البقسماط، وبغلف بيه كل السمبوسة لحد ما اخلص الكمية كلها. في طاسة على النار فيها زيت سخن غزير هنزل بقى بالسمبوسة وهسيبها لحد ما تتحمر وتاخد لون دهبي حلو. بس بنكون واقفين جنبها علشان ما تتحرقش مننا. هي ما بتاخدش وقت خالص على النار. وبقلبها على طول على الناحية التانية وبخرجها. شايفين شكلها، ريحتها تحفة ومقرمشة وطعمها حلو قوي. بجد طريقة الشيتوس دي جديدة ومختلفة ومديها نكهة مميزة. وحبة البركة مع الجبنة برضو خطيرة. الحشوات كلهم طعمهم كانوا احلى من بعض. وصفة من وصفات رمضان اللذيذة. اتمنى تكون عجبتكم وتجربوها وبألف هنا.